اسمع يا تبون يا ولد الحرام، اسمع حل وذنيك يا جاهل، ويا اللي قاعدين تصفقوا له حل وذنيكم. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة جواز سفرها هو رقم 2 في العالم. في حديثه مع زوج صحفيين تاع الخبز المرة، تبون بكل جبن، بكل جبن، ودائما عنده هذيك الامارات ناقصين مانيش عارف علاش، بعاد عليك درك تغيير منهم لانهم بناو الدوله توجدت في عام 1973. 1973 في الامارات كانوا يمشيوا بالنيق الناقه الرمله، كانوا دبيلات، امارات هذه تاع الجمال، هذه تاع كذا، توحدوا. اول حاجه داروها توحدوا وبداو يبنيو. واليوم اسمع يا تبون يا ولد الحرام، اسمع حل وذنيك يا جاهل، ويا اللي قاعدين تصفقوا له حل وذنيكم. اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة جواز سفرها هو رقم 2 في العالم. مواطن إماراتي لما ينزل في أي مطار الدنيا خضراء قدامه، دنيا خضراء قدامه، إماراتي. بينما الجزائري واش نقول، إذا عنده جواز ديجا أول حاجة ما يقدرش يسافر بيه، لازم له فيزا، وما يتحرك تأشيرة وإهانة. وما دام نتكلموا على الإهانة تبداه من الحكام تاع بلاده. جوازه يقولوا ممنوع من السفر، جواز ممنوع من السفر. وعلاش؟ هاي. ولما يخرج جزائري يعطوا له 2 دورو 750 €، يقولوا روح تحوس بها. إماراتي يدي شكارة دراهم، يدي فاليزة دراهم. هاد الإمارة هذه يجي سي تبون ويقول لك دويلة، يسميها دويلة، وما عندوش شجاعة باش يذكر اسم هاد الدويلة هذه، ما عندوش شجاعة باش يذكر اسم هاد الدويلة. شكون هاد الدويلة هذه؟ دويلة اللي مخوفاتك، دويلة اللي مخوفاتك، دويلة اللي مخوفاتك. كوني هذه الدويلة هذه هي دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة. قولوا له لأنه هو جاهل، قولوا يا تبون دولة الإمارات العربية المتحدة دويلة، يقول عليها أنت دويلة صح من ناحية المساحة باطل شمة. الإمارات من ناحية المساحة باطل شمة، باطل شمة من ناحية المساحة. ما تجيش قد بالكش حي باب الواد بلاد صغيرة نية، كما ما همش سراقين، كما ما همش سراقين يتبون كما حكم الجزائر. الشعب الإماراتي يعيش بخيرات بلاده، يعيش في بذخ، في رفاهية اللي الجزائري ما يقدرش ما يحلم بها. الجزائري ما يقدرش ما يحلم بهذه الرفاهية. شوف هذا التبون هذا ما يحشمش
شوف ايش يقول على هاد البلاد هذيا. ايش يقول؟ السمع مليح مليح. شيء في بعض الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأثار تاعها سلبي جدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم. سي غراف، سي افيك دي بروف. ما باغيين يخطونا باش ما يسيلش الدم عندنا هنا. بعدو تخلف بهم الأمم المتحدة ولا تكلفوا بهم احنا خلاص. وعندنا أدلة با دون فيد، مي العالم العربي يعني فيه شقوق وشقوق وانشقاقات، ماناش باغيين نزيدو الطين بلة. ما سينو كان قطعنا علاقاتنا مع الدويلة هذه في لونطون، لأن ما يجي منها إلا الدم والفتنة في بعض الأحيان. بالنسبة لقطع العلاقات مع هذه الدويلة، قلوا الشيش اقطع، الشيش اقطع على قدرت، ما يقدرش يقطع. تعرف علاش ما يقدرش يقطع؟ لأنه هذه الدويلة حكمت جزء من الاقتصاد الجزائري. المواني شكون راهو يسير فيها؟ مواني الجزائر شكون راهو يسير فيها؟ قلنا من الجزائر شكون راهو يسير فيها؟ فيها الاماراتيين. هاد الدويله هي اللي تسير فيها. وكان غدوه تقطع العلاقات واش راح دير لها؟ قربنا نلغيو السوق هذه، زيد شركه التبغ والكبريت وكذا ومدار تاع شكون؟ تاع الاماراتيين. دنيا بارك تاع شكون؟ تاع الاماراتيين.